هنعمل مع بعض كنافة محشية بالقشطة رهيبة من غير بقى فرن. هم 10 دقايق كده هنعملها على الطاسة من فوق، مش هتاخد خطوات كتير وهتبقى جاهزة معاكم. احلى كنافة مقرمشة من بره وطرية من جوه، وطبقة القشطة طعمها خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدأ بالشربات علشان عايزاه يبقى بارد خالص. كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية، هقلبهم على البارد كده كويس قوي. هرفعهم على نار عالية لحد ما يوصلوا لمرحلة الغليان. بعد كده هوطي النار لأقل من المتوسطة، وهضيف نص ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض. طول ما هو على النار مش بقلب خالص يا جماعة. بمسح كده بس الجوانب بفرشة عشان لو في سكر زيادة، ولو في اي شوائب طلعت على الوش برضو بشيلها. هسيبه 10 دقايق على نار اقل من المتوسطة، وبعد كده قبل ما اقفل عليه هحط له ظرفين فانيليا، يعني معلقة صغيرة من الفانيليا، وهسيبه يبرد خالص. عندي بقى نص كيلو من الكنافة، بجيبها من قبلها بيوم واحطها في الفريزر ليلة كاملة علشان تجمد معايا بالشكل ده وتبقى سهلة عليا وانا بكسرها. انا هكسرها بايدي كده بكل سهولة لحد ما توصل انها تتفتفت خالص كده. بعد كده بضيف لها نص كوباية من السكر البودرة واقلبهم مع بعض كويس جدا. السكر البودرة بيديها طعم وفي نفس الوقت بيديها لون موحد وحلو. وبعد كده هضيف لها كوباية من السمنة السايحة. السمنة بتكون سايحة بس مش سخنة ولا دافية. هقلبهم مع بعض كويس جدا واغلفها بالسمنه كويس قوي. وبس كده الكنافه بقت جاهزه عندي. هجيب بقى الطاسه بتاعتي. الطاسه دي مقاس 28، وهدهنها كويس جدا بالسمنه ومن الجوانب ومن كل حته. وبعد كده هحط طبقه من الكنافه واضغطها كويس جدا. الطبقه يا جماعه ما تخلوهاش سميكه قوي، لان احنا كده كده هنسويها على النار من فوق. مش عايزين الطبقه تبقى سميكه، والكنافه عايزينها تستوي معانا بشكل صح. وهبتدي ان انا اعمل سور كده للكنافه على الجوانب علشان القشطه ما تطلعش من بره. اهم حاجه ان احنا نضغطها بايدينا كويس قوي. وكده خلاص بقت جاهزه معايا. تعالوا بقى نجهز القشطه. عندي كوبايتين من اللبن، هحط عليهم 4 معالق كبار من النشا، والمعلقه تكون ممسوحه مش مليانه قوي يا جماعه. هقلبهم الاول على البارد وبعد كده هرفعهم على النار. النار بتكون اقل من المتوسطه، وهفضل مستمره في التقليب لحد ما القوام يتقل بالشكل ده. بعد كده هضيف لهم معلقتين كبار من القشطه وهقلبهم مع بعض كويس جدا. القشطه هتخليها غنيه وكريمي وكلها طعمها قشطه. وفي الاخر هحط ظرفين من الفانيليا، يعني معلقه صغيره من الفانيليا، وهقلب وهقفل على طول. انا ما ضفتش اي سكر ليها، هي كده بتبقى طعمها حلو ومع حلاوه الكنافه بتبقى مظبوطه قوي. هنزل عليها وهي سخنه على الكنافه وهوزعها كويس جدا، بس مش هوزع قوي على الجوانب علشان ما تطلعش من الجوانب. وبسيبها تبرد خالص قبل ما احط الطبقه التانية بتاعه الكنافه علشان اقدر اضغط عليها بكل سهوله. حطيت الطبقه التانية وبرده ما تخلوهاش سميكه قوي، واضغطوا بقى كويس جدا الجوانب وقفلوها كويس قوي واضغطوا الكنافه حلو كده. وبس كده بقت جاهزه معايا. تعالوا بقى نشوف التسويه. النار بتكون هاديه ومش بحط الطاسه بتاعتي على النار في النص كده، لا انا بخليها من الطرف وابتدي ان انا الف الجوانب كده اقل من دقيقه، والف الناحيه التانية اقل من دقيقه واسيبها على جانب تاني لحد ما تاخد معايا لون ذهبي خفيف كده من الجوانب والجوانب تفصل. هبتدي بقى ان انا اقلبها في طبق، وادي بقى لونها. شايفين بقى لونها حلو ازاي؟ لو حطيناها على النار من النص ممكن كانت تتلسع معانا. بشيل بقى اي زياده من الكنافه وادهن الطاسه بتاعتي بدهنه من السمنه تاني، وبعد كده بقلبها بكل حرص تاني في الطاسه. وهبتدي برضو ان انا اعملها بنفس طريقه التسويه من الجوانب، بس مش بسيبها كتير المره دي، يعني يا دوبك بتاخد لون خفيف كده من الناحيه التانية، واقلبها تاني على الناحيه اللي خدت لون حلو. وهي سخنه كده هنزل عليها بالشربات التقيل اللي عملناه مع بعض، وهزينها بشويه كده من الفستق. ودي بقى شكلها النهائي. شايفين بقى لونها حلو ازاي؟ كانت مقرمشه من بره وطريه من جوه، وكانت بتتقطع بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. وسيبوها تبرد خالص قبل ما تقطعوها عشان تطلع معاكم مظبوطه بالشكل ده. شكلها ولونها كان حلو قوي. وكمان طبقه القشطه ما كانتش ماسكه كده وعامله زي المهلبيه، لا كانت كريميه وبتدوب كده في البق. كان السمك بتاعها مظبوط قوي مع الكنافه. كان طعمها خطير. انا مش قادره اقول لكم طعمها كان حلو ازاي. هستناكم تجربوها وتبعتوا لي الصور اللي دايما بتفرحني. وطبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.